ودي تعتبر ارخص علبه حلاوه في الحلقه. هنا بقى العلبه دي غيرت قواعد اللعبه، جريء جدا، فده يعتبر انضف مكونات حلاوه طحينيه في الفيديو لحد دلوقتي. يا مساء المانجا على كل منجوكس حلو. في الحلقه دي هنجرب منتج اسطوري، المنتج ده المصريين ما يقدروش يستغنوا عنه لانه ببساطه ديزرت الطيبين. خدت بالك من كلمه ديزرت؟ لو نفسك هفتك في يوم من الايام على حاجه حلوه، فار ب5 جنيه هيحل الموضوع. من كتر اهميته كان بيتوزع علينا في التغذيه المدرسيه. بس السؤال المهم، هو مين بيعمل انضف حلاوه طحينيه في مصر؟ وطبعا زي ما احنا متعودين انضف يعني مكونات واضحه وبسيطه مع اضافات صناعيه اقل. ودور منجوجو ان هو يفصص لك ويترجم لك الطلاسم او التعويذه اللي موجوده على ظهر المنتجات بطريقه بسيطه وسهله. فكوبايه المانجا المشبره ريح لي ظهرك، واللايك شعشع الفيديو يطلع فوق، وتوكلنا على العزيز. بص يا منجوكس، عشان نحط اساس متين للحلقه لازم نعرف ايه المكونات الاساسيه عشان تعمل علبه حلاوه طحينيه. من الاسم كده وبدون اي فهلوه، طحينه سمس ده اولا مع شويه سكر مع حاجه اسمها عرق الحلاوه، وده مكون اساسي لصناعه الحلاوه، وده اللي بيديها القوام المفرول اللي انت بتشوفه، مع الستريك اسيد او منظم الحموضه اللي هو الليمون واخره، وبس. تمام كده يا ابن والدي. اي اضافات تانية هي عباره عن ادونز يمكن الاستغناء عنها، ده دور منجوجو ان هو يقيم الاضافات دي. البوادي 250 جرام ب 57 جنيه، نوع من اشهر الانواع اللي موجوده في السوق، وبينزل باشكال واحجام مختلفه. تنزل لي بالمكونات يا منجوجو. اولنا طحينه السمس، تمام. ومنجوجو قال لك المكون الثاني الاساسي ايه؟ السكر. هنا هو مستخدم 3 مصادر للسكريات، سكروز، جلوكوز، فراكتوز. الثلاثه يعتبر ولاد عم. بس تقول لي ده معناه ايه يا منجوجو؟ اقول لك اضافات امان وما تقلقش، لكن استنى، امال ليه ما بيحطوش سكر بس؟ لسببين. الانواع دي بتمنع تبلور السكر، بتخلي القوام في الاستكه منه، بس برضه اكيد فيها سنه استرخاص. بدل ما يعتمد على السكر بس، بيزق معاه حاجات تانية ارخص. وبالنسبه لباقي المكونات مفيش حاجه مقلقه، مفيش زيوت نباتيه، مفيش اي حاجه تعتبر ريد فلاج. الله يحفظك يا منجوجو على اللغه الاجنبيه بتاعتك. ايه ده حاطط لي كارت؟ مش عارف الحاجات دي بتفرحنا كمصريين، مع اني معرفش ايه اللي جوه الكارت، بس فرح. يلحق كاتب لك ايه؟ قال لك يامز من البوادي، لو خيشت هنتبرى منها عادي. جريء جدا. نحاول نفتح الكيس ده، بس انا متاكد بنسبه 99% اني مش هعرف افتحه كده، لازم يتفتح بلدي. بسم الله. هي الحلاوه شيء جميل مفيش كلام، القوام بتاعها لذيذ، مش ناشفه قوي ولا سايحه في نفسها. طعم السمسم موجود بس مش اقوى حاجه، تحس ان السكر مغلوش عليه شويه، مع افتر تيست بسيط قوي في سنه مراره. 8 من 10. ندخل على علبه الحلاوه اللي بقى لها اكتر من 137 سنه، الرشيد الميزاني، 230 جرام ب 56 بول. وبعد ما فصصت المكونات كويس لقيته تقريبا نسخه من البوادي. الفرق الوحيد ان البوادي مستخدم فانيليا والرشيد الميزان مستخدم فانيلين، وده يعتبر بديل صناعي ارخص. في ريحه فانيليا هفت جدا، يعني شوف الحاجه الصناعيه ريحتها اقوى من الطبيعي. بسم الله. شوف انا عايز احكي لك على حاجه. مبدئيا من حيث الشكل والقوام تحس الرشيد الميزان من فوق كده فيه لمعه، قوام تحسه انعم سيكه، لكن الطعم بعيد خالص. طعم السمسم اقل بكتير. الحاجه اللي مسيطره على الموضوع الفانيليا، والسكر تقريبا في الاثنين واحد. فالرشيدي ما اشبعش جواه رغبه الحلاوه الطحينيه. 6 من 10. ندخل على نوع مش منتشر ومش معروف قوي، اركان. بس حضرتك بادئها معايا بدايه فيها الشقاوه شويه. انا مش عارف اقرا المكونات، كاتبها من هنا بخط لا يرى بالعين المجرده. كبر الخط شويه، وريني كده يا ابني. هنا بقى العلبه دي غيرت قواعد اللعبه. عاملها بالمكونات الاساسيه والتقليديه للحلاوه الطحينيه، طحينه، سكر، فانيليا، ستريك اسيد مع عرق الحلاوه اونلي، يعني مفيش جلوكوز، فراكتوز، ولا اي محسنات للقوام. فده يعتبر انضف مكونات حلاوه طحينيه في الفيديو لحد دلوقتي. حطيت لك في العلبه من جوه زي ورقه زبده كده. بسم الله. خطير. هو مبدئيا القوام يعتبر انعم واحد فيهم. طعم طحينه السمسم قوي جدا، سكر مظبوط مش عالي، وده اللي ممكن ما يعجبش بعض الناس في الحلاوه. يعني في ناس بتبقى عايزه الحلاوه مسكره جدا مع طعم فانيليا رايق. هو بس القوام تحسه غريب شويه في البوق، بيكلبش سنه. ده بالنسبه لي احلى نوع لحد دلوقتي. 9 من 10. بس يا ترى الدون هيعملها؟ قال لك دون لوبيز. هو العلبه والاسم والديزاين بيوديك في حته انه مستورد، بس هو من المنوفيه عادي. هو كاتب لك هالفا دي تمويه بس. الدون دول بقى مكوناته كوبي بيست حرفيا البوادي، لدرجه انه كاتبهم بنفس الترتيب. الطعم هو حاطط برضو ورقه الزبده زي بتاعت اركان، بس هي لزقت في البلاستيك من فوق. هي نفس الشكل والقوام بتاع البوادي جدا، نفس الفروله اللي في الحلاوه. بسم الله. هو المكونات واحده لكن المقادير مش واحده خالص. هنا طعم السكر اعلى بكتير، طعم طحينه السمسم ضعيف جدا مع لمحه الفانيليا. ابعدهم بالنسبه لي 6 من 10. ندخل على ملوك اللانشون والبسطرمه حلواني، ودي تعتبر ارخص علبه حلاوه في الحلقه. مكونات قريبه جدا منهم كلهم ما عدا اركان، طبعا ده في حته لوحده. الفرق الوحيد بينه وبينهم ان هو مش ضايف سكر الفركتوز، والفركتوز منجوكس اللي هو يعتبر سكر الفاكهه. يعني الراجل الطيب ده معتمد على نوعين بس من السكر، بس الطعم ايه يا دبابه. بسم الله.
هو قوام الحلاوه الطحينيه اللي انت عارفه، ما حسيتش بفرق كبير في السكر بينه وبين البوادي، بس طعم طحينه السمسم برضه ما جاش بعيد، هو اعلى درجه من دولو بيه. فالسبعه الطيبه نرتب. بص يا منجو، لو هنرتبهم من حيث المكونات، فاركان ده في حته لوحده، والاربعه التانيين شبه بعض ومفيش فرق بينهم قوي. اما لو رتبناهم من حيث الطعم، احلى طعم عجبني هو اركان، بعديه البوادي. ونيجي للترتيب الثالث والمهم بالنسبه لناس كتير، السعر. فدي ترجمه للاسعار لكل 100 جرام. وبس كده، دي كانت رحلتنا للبحث عن انضف حلاوه طحينيه في مصر. لو حابين نعمل منها جزء تاني اكتبوا لي في الكومنتات، واكتبوا لي كمان عايزين نجرب ايه في الحلقات اللي جايه. اكيد يا منجوكس لو لسه مش عامل فولو او سبسكرايب، فانا مفكرك انك تعمل ده عشان تتاكد انك تشوف الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.